جدعان، الخبر اللي ما حدش كان مستنيه. انا كنت تقريبا نزلت 6 7 فيديوهات، اغلبهم كانوا وحشين وانا كنت بصور وانا زعلان، ما عدا اخر 2 كنت بصورهم وانا مسطول. فاعتزلت محتوى الجيمنج، وده بناء على 3 اسباب. اول سبب ان انا ما بقتش مهتم بالالعاب زي الاول، بس كنت بصور وخلاص على اساس ان انا بقنع نفسي ان انا بعمل حاجة مفيدة، اللي هو مفيدة ليا بالالعاب، ان هو مش بلعب وبضيع وقتي وخلاص، لا انا بعمل محتوى والمحتوى ده ممكن يفيدني بعدين وكده. بس الحقيقة كنت حاسس بالذنب وانا بنزل الفيديوهات دي، لانها بضيع وقت الشباب الصغير. برضو الفيديو ده هيضيع وقتك وكل الفيديوهات هتضيع وقتك. بس انا من وجهة نظري ان انت لو بتحب الالعاب، تلعب اللعبة مش تشوف حد بيلعبها. والسبب الاخير ان انا برضو كنت بقنع نفسي ان محتوى الجيمنج، ما انت مش بتجيب له افكار، انت بتفتح تلعب. ممكن حاجات تحصل بقى تأكت عليها او تعمل ردة فعل عليها، تعمل مونتاج وتنشر، مش بيخلص. فدي من الحاجات اللي انا كنت بقنع نفسي بيها، ان محتوى الجيمنج مش بيخلص وكده، وان انا اقدر استمر فيه. بس بعدين عرفت الحقيقة ان هو مش بعدد الفيديوهات، هو بجودة المحتوى. وطالما انا مش حابب الجيمنج، آه، مش هعمل منه محتوى حلو. انا بحب المحتوى اللي انا بتكلم فيه زي كده، او محتوى الفلوجات مثلا، وهبقى اتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني بالتفصيل. عارف اني مش احسن حد بيتكلم، عارف اني مش احسن حد يفتح الكاميرا ويتكلم، بس برضو شايف ان انا في الموضوع ده احسن من الجيمنج. الاهم ان انت جودة المحتوى تبقى حلوة، مش مهم عدد الفيديوهات، وشكل القناة من بره يبقى حلو. خلينا واقعيين، انا مش هروح في حتة، انا مش اللي هو هتشهر قوي. خلينا واقعيين يعني. فاعمل الحاجة اللي بحبها، والحاجة اللي انا ابص عليها اقول فعلا دي شكلها حلو، او انا متخلف ومريض نفسي. الفكرة ان انت لما تعمل الفيديوهات اللي هي ان انت تفتح الكاميرا وتتكلم عن موضوع معين، اي نعم الافكار هتخلص مش زي الجيمنج، بس هتبقى فيديوهات جميلة وفيها روح كده من وجهة نظري يعني.